هو يقرأ صوته. أنا أقرأ مثلا للشيخ رفعت مثلا في بعض الآيات على طريقتي، يعني بإحساسي أنا وبأدائي أنا في وضع، يعني في وضع للتلاوة أو في وضع لقراءة القرآن الكريم. جميل. يعني حينما أقلد الشيخ راغب ليس شرطا أقلد الشيخ راغب بصوته، يعني بنبرات صوته مثلا 100%. نعم. ولكن أقرأ له مع وضع يعني أداء يتناسب مع صوت الشيخ راغب مصطفى غالي. هكذا أيضا للشيخ رفعت، يعني أقرأ الشيخ رفعت ولكن برضه بطريقتي. نعم. ليست يعني كل وجزء طيب احنا يعني مشتاقين بقى نسمع الشيخ رفعت، نشوفه تطبيقي، عاوزين كل حاجة تطبيقي كده، لأن النهاردة ما شاء الله أنا متمتع ومستمتع باللقاء الطيب الجميل مع الشيخ عبد الناصر حرج. ده جميل والله، وأتمنى أن يكرر هذا اللقاء مرارا وتكرارا في الشيخ عبد الناصر إن شاء الله. وعدنا بقى أن نكرره كتير وما تحرمناش حتى من كل لقاء، حتى يعني إن استدعيت في بعض القنوات الأخرى أن تلبي الدعوة يعني. إن شاء الله نسعد بكم دائما. اتفضل الشيخ عبد الناصر، اتفضل قول لنا بقى بطريقة الشيخ محمد رفعت على يعني بأدائي. هو طريقة الشيخ محمد رفعت ولكن بأداء الشيخ عبد الناصر حرج. نعم. اتفضل الشيخ عبد الناصر، اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، يعني من غير استعزاء. اتفضل. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وما أوتيتم
صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ده الشيخ محمد رفعت. نعم. ما شاء الله ما شاء الله. جميل يا فضيلة الشيخ عبد الناصر. يعني أنت لا تقتصر على صوتك ولا تقتصر على أدائك، إنما إذا أحببت أن تدخل إلى مدرسة معينة تقطف منها زهرة ثم تضيف لهذه الزهرة بعض من الحاجات الجميلة بتاعت الشيخ عبد الناصر حرك، نعم. فتجمع وتستخرج منها بقى الثمرة اللي هي الأداء الطيب الجميل بارك المحترم. الله فيكم ونعم الكلام الطيب. ربنا يكرمك يا فضيلة الشيخ عبد الناصر. لا ما شاء الله ما شاء الله والله. أنا كنت يعني أتمنى أن تطيل في الشيخ محمد رفعت شوية، ولكن إن شاء الله بإذن الله احنا لنا لقاءات عديدة مستمرة إن شاء الله قريبا، فهنتكلم برضه إن شاء الله بإذن الله نسمع الشيخ محمد رفعت مرة أخرى من الشيخ عبد الناصر حرك مقلد الشيخ محمد رفعت، ولكن بيمزجه بقى، يعني مش معنى مقلد بيمشي لا، هو نعم. بيجيب صوت الشيخ محمد رفعت لكن بيمزجه نعم. بحاجة جميلة كده من صوت الشيخ عبد الناصر حرك، بيستخدم زي ما قلت من منذ قليل أن نجمع بين القديم والحديث. بالضبط بالضبط. يعني أسألك سؤال بقى فضيلة الشيخ عبد الناصر، يعني وأنت هل تحب قارئ معين ترتاح إليه غير الشيخ راغب غلوش وغير الشيخ محمد رفعت؟ طبعا لا شك أنا أعشق تحب تجيبه كده في الأداء بتاعك؟ نعم أعشق المدارس القديمة كلها. نعم كلها. سواء فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل، فضيلة الشيخ عبد الباسط، فضيلة الشيخ أعشق سماع الشيخ البهتيمي، الشيخ محمد عمران. جميل. أيضا المدرسة أيضا الشيخ محمد عمران ده جمع بين الابتهال والقرآن، يعني أبدع في الاثنين. الشيخ محمد عمران أبدع في الاثنين. نعم ما شاء الله. لا الشيخ محمد عمران لا يعرفه الكثير، ولكن أكيد القراء كلهم يعرفون أكيد الشيخ محمد وقدر الشيخ محمد عمران. أقول لك يا شيخ عبد الناصر سؤال تفضل. برضه علشان نكون وفينا، هل تميزت عنا دول الخليج عن مصر في الأداء الصوتي بما نراه من جديد ومن أداء جديد مستهزم؟ هل تميزت دول الخليج أو بعض الدول؟ سئلت هذا السؤال في بعض القنوات أيضا الفضائية. يعني لا شك أن لهم طريقتهم، والمصريين أيضا لهم طريقتهم التي تميزهم. طبعا عندنا فضيلة الشيخ محمد المنشاوي عليه رحمة الله. نعم. والشيخ أنت تقصد في الترتيل أم؟ لا أنا أقصد لا ما أقصد أقصد في الصوت. لا طبعا لا شك. لا القراء المصريين يعني لكن هم اللي نجح قراء الخليج، اللي نجح قراء الخليج التسويق بتاعهم تسويقهم، ولكن للترتيل. ولكن عندما يقرؤون بالتحقيق او بالمجود يعني سمعت ترتيل الشيخ العجمي؟ نعم. سمعت تجويده؟ أعرف. لا ما سمعت تجويده. لا يعني سمعت الترتيل، أحكامه في الترتيل. سمعت صوته في الترتيل. أنا بتكلم على صوته في الترتيل كصوته زي ما يقرأ مثلا المصريين. لا أنا بتكلم على أحكام التجويد بتاعته. أحكام التجويد نعم. مالها؟ يعني بالنسبة يعني أنت عايزني أحكم على لا أنت تتركني. ماشي. أنا بقول لك أنا معلش أنا مين عشان أحكم على مشايخنا؟ أنا بتكلم في هذا الأمر، لكن أنا بقول لحضرتك يعني إحنا لما نتكلم ونقول هل تميزت يبقى إحنا بنطلع أو بننقد حاجة معينة، مش معنى إن إحنا بنقول لا ده وحش أو مش وحش، لكن بننقد بعض الحاجات، لأن ده كتاب ربنا سبحانه وتعالى لازم نغير عليه، لازم إن إحنا نكون حتى نقدم النصيحة لهؤلاء الناس. حينما سألتني عن المدارس الخارجية أو التلاوات الخارجية طبعا في الترتيل لا شك كما تقول أنت هم يعني يسوقون لها جيدا. ولكن معلش القرآن كما قالوا من قبلنا قرئ بمصر ونزل بمكة وطبع باسطنبول. يعني القرآن قرئ بمصر ونزل بمكة كما تعلم وكما وعمل به في بلاد بنجلاديش وكما ان شاء الله. نعم. وقرئ في كل مكان. ما شاء الله. فضيلة الشيخ عبد الناصر لقاء جميل ولقاء طيب ولقاء ماتع وممتع. يعني الحمد لله كما يعني من سبقونا، يعني الحمد لله بفضل القرآن سافرنا برضه لدول وقراء. نعم نسيت اسالك والله يا فضيلة الشيخ عبد الناصر، قول لنا بقى بس سريع كده، قول لنا الدول بس اللي انت سافرت اليه. نعم. بالنسبة للدول التي سافرت إليها طبعا ما يقرب من 9 دول الآن الحمد لله بفضل القرآن. سافرت إلى بلجيكا عام 2008، وسافرت إلى استراليا. نعم. وإلى الهند وبوركينا فاسو، موزمبيق، السعودية، لبنان، ما شاء الله، الإمارات، وقريبا إن شاء الله لي دعوات في تركيا والمغرب. ما شاء الله ما شاء الله. وأخيرا بإيران 2012. نتمنى لك التوفيق ونتمنى لك التقدم ونتمنى لك المزيد ونتمنى لك يعني أن تأتي عليك فترة وتكون ويستمتعون بالقراء المصريين جدا هناك. هناك نعم. هناك الصوت المصري
ولكن هذا حظ القراء في مصر، يعني حظهم في مصر أنهم في مصر لا يجعل لهم قيمة. نعم ولا لا؟ القارئ المصري ليس له قيمة يا فضيلة الشيخ. صح ولا لا؟ نعم يعني بس انت بتاخد في الفجر قد ايه؟ انت بتقرا الفجر بتاخد قد ايه؟ لا يعني هو اجور رمزيه. انا ماليش دعوه بالشهره خالص. الشهره دي ماليش دعوه بها عشان انا في الحلقه، بس بتاخد في الفجر قد ايه؟ طب ما تشوف انت الاذاعه عائدها عليك ايه برضه. لا انا مش عاوز يعني الشهره. لا سيبنا ما علينا من الشهره وما علينا برضه من الناحيه الماديه. يكفي انك بتقرا في الفجر يسمعك الملايين وحب الناس لك ده يعني لا يقدر بمال. نعم سيبنا يعني مش عاوز تكشف الاذاعه تقول لي لا نكشف الاذاعه ليه؟ ده جزاه الله خيرا. انا عارف هم ان شاء الله الايام القادمه تبقى افضل من الايام انا عارف هم بيدوا زي ما كنا بنتكلم مع وكيل الازهر في الحلقه الماضيه، كان بيقول لنا وكيل الازهر كان بيدوا عضو المقرأة 50 جنيه وبيدرسوا ان هم يخلوها 60 جنيه. برضه انا بعتقد كلها حاجات بسيطه، ولكن ان شاء الله تتحسن باذن الله. ان شاء الله لو احنا ربنا كنا نهل تعدل مثل هذه الامور وتكون ان شاء الله في مصالح الشعب وتكون في خدمة الشعب إن شاء الله وفي خدمة قراء مصر. قراء مصر دولت هم الأساس، هم الثمرة اللي بيسمع إليها في كل بلاد الغرب وفي كل بلاد الشرق وفي كل الدنيا، حتى ولو تعلمت منا دول الخليج فهم يتعلمون منا القرآن وهم يتعلمون منا العلم ثم يدرسونه ويعملون به. لا يسعني في نهاية هذا اللقاء الطيب الكريم المبارك إلا أن أتقدم بخالص الشكر لضيفنا العزيز وعالمنا وشيخنا الجليل وعلم من أعلام الأمة الإسلامية التي كان ضيفا عزيزا علينا في الاستوديو اليوم، فضيلة الشيخ عبد الناصر حرق القارئ بالإذاعة والتلفزيون المصري. إن شاء الله أشكرك فضيلة الشيخ عبد الناصر، وأعيد وأكرر الشكر لك فضيلة الشيخ عبد الناصر، لكن لا تحرمنا من هذا اللقاء مرة أخرى، ونتمنى أن نشتاق إليك كثيرا وفضيلة الشيخ عبد الناصر، خاصة وأن أداءك أداء متميز وأداء جميل ورائع جدا. أيها السادة المشاهدون، لا يسعني أيضا إلا أن أتقدم بخالص الشكر لكل من شاهدنا وكل من تابعنا وكل من استمر أن يتابع برنامج أعلام الإسلام وأعلام الأمة على قناة الأمة الفضائية. نسأل الله أن يعلمنا ويعلمكم حب النبي وحب القرآن الكريم، إلى أن نلتقي سويا في لقاء قادم آخر. حتى ذلك الحين أترككم في رعاية الله وعنايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلام الله زينه بصوتك زينه، فحسن الصوت عنوان الجمال. وعلمه في عمرك شفيعك يوم يفنى كل مآلي. حياتك جنات وكفك جدول، وخيرك سيال وغيرك ينهل. حباك إله الكون فضل عطائه، فأنت بفضل الله تزهو وتبذل، فبذلك للمعروف